تصنع فيديوهات ريلز للقرآن الكريم بضغطة زر، بدون خبرة وبدون نت وبدون فلوس وبدون أي مجهود، مع باقة من أجمل الأصوات اللي فاصلينهم عن بعض علشان حقوق الطبع والنشر. يعني هتعرف مين اللي تدخله القصر ومين اللي هيعرضك للحظر. مش بس كده، تقدر كمان تسجل صوتك، ترفع ملف صوت او ترفع فيديو وتريكات تانية كتير. كل اللي عليك صلي على النبي يا ريس وركز معايا كويس. يا هلا والله بالاحباب، وينعاد عليكم رمضان بالف خير. معاكم اخوكم طارق، والنهارده جبت لكم تطبيق جميل جدا لصناعه فيديوهات ريلز للقران الكريم. كل اللي عليك يا صديقي من خلال متجر بلاي، وزي ما سمعت كده التطبيق متوفر على متجر بلاي حاليا للاندرويد. هتدخل بس وهتضغط على البحث وهتكتب في خانه البحث ريلز القران، وهنضغط كده على ايقونه البحث. هيظهر معانا كنتيجه اولى بعد الاعلانات بالشكل اللي انت شايفه ده. نضغط عليها، هنبدا نضغط تثبيت. حجم التطبيق صغير جدا، لا يتعدى 20 ميجا. بعد انتهاء عملية التثبيت هنضغط على فتح علشان يبدأ يفتح معانا التطبيق بالواجهة الجميلة البسيطة اللي ظاهرة قدامك. أول ما تفتح التطبيق للوهلة الأولى هيطلب منك صلاحيات طبيعية جدا لازم توافق عليها. التخزين علشان يحفظ الفيديوهات اللي هيستخرجها، وكمان الصوت علشان يسجل من خلال المايك التسجيل اللي أنت عايز تسجله بصوتك. هتفتح معاك الواجهة الجميلة والبسيطة دي جدا. أول اختيار عندك وأول مسار من المسارات الأربعة داخل التطبيق هو استوديو القراء، واللي بمجرد ما بتضغط عليه هيفتح معاك واجهة منظمة ومقسمة للقراء اللي تم اضافتهم داخل التطبيق. وزي ما انت ملاحظ كده، في لون اخضر، في لون احمر، في لون اصفر. ده تصنيف حسب حقوق طبع والنشر. بتقدر تعرف معلومات اكتر من خلال الضغط على نصائح في الاعلى علشان تعرف كل قسم بيتكلم عن ايه بالظبط. وطبعا انصحك بالقسم الاخضر اللي عليه اطار ونجمه ذهبيه. ده افضل صوت تقدر تستخدمه بعيدا عن حقوق الطبع والنشر نهائيا. مثلا هنضغط مثلا على الشيخ سعود الشريم، هيبدا معانا في تحميل الصوت لسوره الفاتحه بشكل افتراضي، واللي تقدر تشغلها من خلال الضغط على زر تشغيل في المعاينه. قائمه الاعدادات اللي ظهرت لك دي فيها 4 اختيارات اساسيه في الاسفل. الاختيار الاول خاص بالمحتوى، وده اللي من خلاله تقدر تختار الصوره اللي انت عايز تحملها. هتلاقي عندك القران كاملا، وكمان تقدر تحدد هل انت عايز تحمل صوره كامله ولا ايه واحده ولا مقطع من كذا لكذا. بعد ما بتحدد عدد الايات اللي انت حابب تحملها، مثلا من الايه 4 للايه 7، هنضغط استيراد علشان يتم استيراد الايات اللي انت اخترتها. ولو شغلنا المعاينه هيبدا من الايه اللي انت اخترتها. لو دخلنا على القسم الثاني، قسم التزامن، وهنا عندك اختيارين: المزامنه التلقائيه، ودي اللي بتبقى مفعله تلقائيا بمجرد ما بتختار المحتوى بتاعك بصوت قارئ معين. بيتم انشاء مزامنه تلقائيه للكلام اللي بيظهر في الصوره مع الصوت اللي بيتم النطق بيه. طيب انت حبيت تغير موضوع المزامنه دي وتعمله ادق، تقدر تضغط على مزامنه يدويه علشان تبدا اول حاجه تحدد عدد الكلمات اللي بتظهر قدامك في الشاشه. تنزل كده للاسفل هتلاقي عندك بيظهر لك الايات اللي هيتم قراءتها، وعندك زر تشغيل لانشاء المزامنه اليدويه. طيب لو انت عايز ترجع للاعدادات الافتراضيه بتاعه المزامنه التلقائيه، تقدر تضغط على مزامنه تلقائيه ترجع كل حاجه زي ما كانت. ادخل بقى على القسم الثالث وهو قسم الخلفيه، واللي هتلاقي فيه حاجات جامده جدا. تقدر ترفع صوره او فيديو او تختار من الخلفيات الثابته اللي موجوده داخل التطبيق. كمان تقدر انك تحدد الشفافيه بتاعه الخلفيه، التشبع بتاع الالوان، السطوع، البلور، وكمان تاثيرات الحركه. تقدر تعمل تاثيرات حركه للصوره اللي في الخلفيه او للفيديو حتى. وكمان تقدر تختار لون ساده من الوان هنا ثابته، او تقدر ان انت تعمل لون مخصص زي ما انت حابب. بعد ما تختار اللون تقدر تنزل للاسفل وتغير لون الكبسوله بتاع اسم الصوره ورقم الايه باللون اللي يناسب الخلفيه اللي انت عملتها. وننزل للاسفل خالص هتلاقي عندك حاجه جميله خالص اسمها الزخارف. تقدر تعمل زخارف اسلاميه جميله كده تظهر في الخلفيه، وكمان تقدر تتحكم في درجه الشفافيه بتاعتها زي ما انت حابب. ندخل على اخر قسم هو قسم الخط، واللي تقدر تتحكم فيه في موقع الخط بشكل دقيق جدا، اعلى اسفل او وسط زي ما انت حابب. وتقدر تتحكم في المكان بالظبط اللي هتظهر فيه الايات. انا مثلا عايزه يظهر في المكان ده جميل وكويس. نبدا ننزل للاسفل، تبدا يظهر لك برضو عدد الكلمات اللي تقدر تتحكم فيها زي ما انت حابب. لو نزلت للاسفل كده هتبدا تلاقي حركه ظهور الكلمات اللي في الصوره. تاثير الكتابه ده جميل جدا جدا. لو ضغطنا عليه بالشكل ده، انا عايز بس اوريك، نضغط تشغيل.
حاجه جميله جدا جدا جدا. ولو نزلت للاسفل هتبدا تلاقي عندك قسم الترجمه تقدر تفعله علشان يظهر لك الترجمه بتاعت الايات، اسم القارئ في الاسفل خالص زي ما انت شايف كده اسفل شريط المعاينه، وكمان عندك اسم السوره، رقم الايه، وكمان في حاجه جميله كده انا ضايفها موجات صوتيه. لو انت عامل خلفيه ثابته يبقى في زي ايه موجات صوتيه كده تدل ان في قراءه شغاله او في صوت شغال. ادخل بقى على القسم الثاني وهو قسم الخط والالوان، واللي تقدر تحدد فيها نوع الخط. عندك 4 انواع جميله، وتتحكم كمان في لون الخط زي ما انت حابب، حجم الخط والسمك بتاعه، الظل، الحواف الخارجيه. وفي الحواف الخارجيه لو فعلتها بالشكل ده هتلاقي عندك كمان حاجه جميله جدا، تفريغ الخط. وضغطنا عليها كده يفرغ الخط ذات نفسه من الكتابه علشان توضح لك الصوره اكتر. نرجع هنا ونختار خلفيه، هتوضح معاك الرساله اللي انا بقولها. وكمان تقدر تضيف الزخارف زي ما انت ملاحظ كده على خلفيات صور واشكال كتيره جميله جدا زي ما انت حابب. بعد ما تنتهي من جميع الاعدادات بتاعت الفيديو هتضغط على تصدير في الاعلى علشان توصل للنقطة النهائية اللي هتاخد منها الزتونة، يعني هتاخد منها الفيديو النهائي. كل اللي عليك يا صديقي انا انصحك انك تسيب كل حاجة زي ما هي وهتضغط على بدء التصدير، اللي هيبدأ معاك عملية التصدير بشكل سريع جدا. التصدير قد يكون في بعض الاحيان بطيء على حسب قوة جهازك، على حسب نوع الفيديو وحجمه اللي انت بتستخرجه، وكمان لو انت حاطط فيديو للخلفية، رافع فيديو من عندك من على الجهاز، مدة التصدير هتكون اكبر. واللي تقدر خالص تخرج من التطبيق خالص اثناء هذه العملية، وهتلاحظ عندك في الاعلى في شريط الاشعارات التقدم اللي بيحصل في عملية التصدير. يعني مش لازم خالص تبقى داخل التطبيق علشان تتم عملية الاستخراج. بعد انتهاء عملية التصدير هتظهر معاك الشاشة دي، واللي من خلالها تقدر تضغط مشاركة سريعة عشان تشارك الفيديو مباشرة مع اي تطبيق عندك. تقدر ترفع على صفحاتك مباشرة او تضغط تم عشان يرجعك للواجهة الرئيسية، واللي من خلالها تقدر تدخل على قسم مشاريعي عشان يبدأ يظهر معاك الفيديوهات اللي انت عملتها. بالنسبة للنقطة اللي انا اتكلمت عنها في المقدمة انك تقدر تعمل الفيديوهات بدون انترنت، وهو ده فعلا اللي هيحصل في المسار الثاني والثالث والرابع، واللي تقدر توصل لهم من خلال الضغط على سجل تلاوتك علشان يوجهك للواجهه الجميله دي. فيها 3 اختيارات، والثلاث اختيارات هتلاقي تقريبا فيهم نفس الخطوات اللي بتمشي عليها، فانا هشرح لك واحده منهم وانت استكشف الاثنين التانيين براحتك. هندخل على تسجيل مقطع صوتي بالشكل ده. يطلب منا في الخطوه الاولى اختيار المحتوى، نختار السوره القرانيه اللي احنا عايزين نقراها، ونختار سوره كامله ولا ايه واحده ولا مقطع صوتي. وكمان هنا ضيف لك اضافه جميله جدا وهي اضافه البسمله. لو انت هتختار مقطع صوتي معين مش الصوره كامله، الصوره كامله كده كده بتتحمل بالبسمله في البدايه، لكن الايه الواحده او المقطع الصوتي تقدر تضيف البسمله في بدايتهم او لا زي ما انت حابب. بعد كده بتختار عدد الكلمات اللي هتظهر في القراءه اثناء ما انت بتسجل، وهنضغط استيراد. زي ما انت ملاحظ كده هيدخلك على الخطوه الثانيه وهي تسجيل المزامنه. اول ما بتضغط على زر تسجيل طبعا احنا ادينا الصلاحيات بتاعه المايك اول ما دخلنا للتطبيق لاول مره. لو انت رفضت الصلاحيات هنا هيحصل معاك خطا ومش هيرضى يسجل. تضغط كده على تسجيل، تبدا تقرا مع الايات. بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زي ما انت لاحظت كده انا بضغط على زر التالي مع كل آية ببدأ اقراها علشان يتم حفظ التسجيل والمزامنة للكلمات مع الصوت بشكل تلقائي متوازن ومتسق. تظهر قدامك الواجهة النهائية دي، حفظ والانتقال الى الاستوديو او اعادة التسجيل. شوف انت حابب ايه. لو لقيت نفسك سجلت كويس اضغط على حفظ والانتقال الى الاستوديو علشان يبدأ يظهر معاك الكلمات وفقا للصوت اللي انت مسجله. اياك نعبد واياك نستعين. بتبدا تكمل خطواتك عادي من الخلفيه والخط. بعد كده تبدا تدخل على قسم التصدير. وبكده نكون وصلنا لنهايه الشرح اللي معانا النهارده. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.